اليوم طبعا بحكم الأخبار اللي طلعت من النيابة العامة وتقرير النيابة العامة، الأول نقول إنا إليه وإنا إليه راجعون، والفاتحة لروح الفقيد أحمد رفعت ومحمد شوقي، الاثنين توفاهم الله في حوادث طبعا تابعة للكرة المصرية. وللأسف الشديد أحمد رفعت كان طلع بنفسه وعلق تعليق وقال على اللي حصل له بالظبط إن هو حصل له ضغوط نفسية. النيابة العامة وبفضل الله طلع ان هذا الاخبار ان المشكلة ان هو اصلا كان مريض. احمد رفعت ميت 30 سنة، وللأسف الشديد ما حصلوش المضاعفات ديت طوال ال 30 سنة. حصل له المضاعفات بعد الضغوط النفسية، بعد المشاكل اللي انحط فيها للأسف الشديد، بعد تهريبه من التجنيد وبعتوه يعني ارسلوه الاول يحترف، وهناك خلال الاحتراف حصل عليه ضغوط، يا اما يلعب للجيش او ينحبس. وللاسف الضغوط النفسيه هي اللي اثرت عليه. والنيابه العامه مشكوره طبعا، ما يقدروش يجوا جانب حضرات النواب، حضرات النواب مجلس الشعب والشورى، احمد بيه دياب واحمد بيه شوبير. وللاسف الشديد ضاع حق احمد رفعت ما بين النيابة العامة وما بين الحكومة المصرية. طبعا في مصر أكيد ما فيش حق طالما الموضوع يوصل لناس رفيعة المستوى أو في السلطة، فأكيد ما حدش هياخد حقه. أحمد رفعت مجرد من أسرة فقيرة عليه رحمة الله. اليوم بس نقرأ الفاتحة على الكرة المصرية وعلى طبعا على أبناء الشعب المصري الفقير، ونحيي سيادة النواب والنيابة العامة اللي أوصت توصياتها الرائعة إن هو لازم يحصل تحاليل للاعبين. أحمد رفعت لعب كورة من هو 6 سنوات حتى وصل 30 سنة، ما حصلوش أي مضاعفات، ما حصلوش أي مشكلة رياضية. وللأسف الشديد توفاه الله بعد ما تعرض لضغوط نفسية رهيبة من كل مؤسسات الكرة المصرية، من بداية احترافه، من بداية ان هم ضغطوا عليه انه يلعب في طلائع الجيش عشان يقضي فترة التجنيد، من بداية ان هم اقنعوه او اوهموه ان هم فوق السلطة وفوق القانون وخلوه يهرب. الاول قالوا له انت هتروح تحترف، هربوه على دولة افريقية الاول وفريقه طلعوا له الاذن بالتصريح السفر عشان فريقه كان رايح يلعب ماتش افريقي، طلعوا له على افريقيا، ومن افريقيا هربوه على الامارات واقنعوه اوهموه ان هم خلاص الموضوع التجنيد موضوع منتهي. وللاسف احمد رفعت وصل هناك بعد ما لعب وبعد ما فتره معينه ما ظهرتوش اي مشاكل صحيه، ما كانش عنده اي مشاكل في كل الانديه اللي لعب فيها، سواء في الدول في الامارات او في مصر. احمد رفعت بيلعب حتى سن 30 سنه، ما حصلوش اي مضاعفات. ان هذا النيابه العامه مشكوره طلعت ان هو اصلا مريض بالقلب. طبعا احنا في مصر طبيعي البني ادم منا رخيص، فبالنسبه لهم احمد رفعت مصر فيها مليون احمد رفعت، ايه يعني اللي هيحصل له؟ ما هيحصلوش اي مشكله. احمد رفعت مات خلاص الله يرحمه، ليه هنحاسب الوزراء؟ خلاص يبقى العيب هو عنده، هو حد هيفتش الورق ورقنا والتصريح الصحي، التقارير الطبيه احنا اللي بنكتبها، يعني كل الفحوصات احنا اللي بنعملها، بنجيب ورق لاي حد، بنعمل اي حاجه، بنعمل تسنين. خلاص بدل المشكله اهم حاجه ما فيش حد من الساده الافاضل مشكورين المسؤولين عن الكره المصريه اللي هم في نفس الوقت اعضاء مجلس الشعب والشورى، ما حدش يجي جنبهم، دول فوق السلطه. وفي نفس الوقت لاعب اسمه محمد شوقي توفاه الله في شهر 11 الماضي، طلعوا ان هو اصلا كان عنده مشكله، ما فيش اي جسور، ان هو اصلا ما فيش سياره اسعاف لحقته ما كانتش موجود سيارات اسعاف. دي التقرير النيابه طلعت مشكوره طبعا، ما هو ما حدش يقدر يجي جنب الساده الافاضل. ما احنا مصر فيها فوق السلطه وتحت السلطه. لو انت فقير خلاص ما حدش يعمل لك اي حاجه، لو انت غني خلاص كل الامور بتمشي. ولنا في احمد فتوح عبره
احمد فتوح كان سايق مخدرات، كان شارب مخدرات، اتغير التقارير، قتل امين الشرطه، قال لك هو امين الشرطه اللي غلطان، هو اللي طلع له قدام السياره، انحبس شهرين 3 4 مده معينه لغايه ما ظبطنا الاوراق وطلعنا احمد فتوح. بعدها بشهرين اهل المتوفي عليه رحمه الله امين الشرطه، ايه اللي حصل معاه؟ ولا حاجه. كل اللي حصل معاه ان احنا ساومناهم. يا اما هو كده كده هيطلع، فاحمد فتوح هيطلع من نفس المشكله بتاعته. فهي البلد هي كده، البلد ماشيه بنظام. انت غني وحالتك كويسه، خلاص انت فوق القانون. انت حالتك تعبانه، يا هنساومك يا هنحبسك، خلاص. يا هتكون اخوان، يا هتكون معارض، يا هتكون اي حاجه. هو هيطلع سواء يمين او شمال، هو هيطلع، مش هيحصل له حاجه. احمد فتوح طلع لعب كوره عادي، دفع له 2 3 مليون، ايه يعني؟ ما هو مجدد السنه اللي فاتت ب 50 مليون. احمد فتوح طلع براءه، واحمد رفعت المظلوم عليه رحمه الله، عليه رحمه الله، عليه رحمه الله، طلع هو الظالم واهله هم الظلمه، ان هو اصلا مريض ودخلوه يلعب كوره. يعني اصبح الجاني او المجني عليه هو الجاني. يعني اهله اللي هم المفروض نقول لهم البقاء لله ونجيب حقه، وان الناس دي تتحاسب اللي هي مسؤوله عن تهريبه. احنا ما بنتكلمش عليه ان هو مريض او مش مريض، الموضوع هنا في تهريبه وتعريضه لكل الضغوط النفسيه اللي هو طلع بنفسه واتكلم عنها. المفروض ان احنا كشعب مصري، ان احنا كشعب او دوله قانون، احنا بنقول احنا بنحترم القانون، ولكن القانون بيطبق على الفقير بس. الغني او السلطه او اي حد تابع للسلطه ما عندش عنده اي مشكله. كل الموضوع خلاص انت حالتك الماديه كويسه ومسنود من رجال الاعمال، او تلعب او لعيب كوره ومشهور زي احمد فتوح مثلا، خلاص الراجل اللي مات انا له وانا إليه راجعون. لو اشتغل طول عمره ما كانش هيكسب 3 4 مليون هنرميهم له، خلاص احمد فتوح بقى بيلعب عادي، ما فيش اي مشكله بالنسبه له، الموضوع تمام التمام. دلوقتي بيلعب في المنتخب، هيخش المنتخب تاني وهيرجع ال 5 6 مليون، هنعمل له احنا الاعلانات. والراجل اللي مات، طب واللي كان بيشرب حشيش، طب اللي مسكوا معاه الحشيش، في ايه؟ احنا عايزين دولة قانون. حرام حق احمد رفعت يضيع. وللاسف بتقرير النيابة العامة احمد رفعت ومحمد شوقي عليهم رحمة الله هم واهاليهم البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. البقاء لله في الكرة المصرية، البقاء لله في الشعب الفقير. لو انت فقير في الدولة المصرية فانت خلاص، انا لله وانا اليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.